يا حمدي، اسعد الله اوقاتكم ومرحبا وعاش مشافك خويا. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمه الله وبركاته. تحية لك أخي الذي لم تلده لي أمي أمين، ومن خلالك وعبرك اهلا. ومن جودك أمر بتحية معطرة بعطر الأخوة الصادقة النابعة من ثنيات الفؤاد لكل صحراوي، إلى كل حفيد وحفيدة لشهداء ثورة الفاتح من نوفمبر، لأبناء وبنات المجاهد الأمير عبد القادر، إلى كل من شاء له القدر أن يكون جزءا من مكة الثوار وقبلة الأحرار، بلاد المليون ونصف المليون شهيد. كل أخ جزائري وأخت جزائرية أحييكم باسم الأخوة وباسم المحبة لله لا لغيره، ومن خلالكم أقول تحية إلى الدولة الجزائرية وإلى الأمة الجزائرية وإلى الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وحمى الله الجزائر بعينه التي لا تنام. وباسمكم جميعا لا أستطيع أن أتفاوت في كل ثنية من فؤادي حتى أقف تحية مجد وخلود وإجلال وفخر واعتزاز وتقدير واحترام إلى شهداء طوفان الأقصى، إلى شهداء غزة، إلى شهداء فلسطين الحبيبة، إلى كل مجاهد ومجاهدة دافعوا ولا زالوا يدافعون من أجل شرفنا جميعا دون استثناء، وأعتذر لمن لم يرث الشرف من أبائه وأجداده. حياك الله وبياك أخي أمين. الله يحيي اصلك واهلا وسهلا، وشكرا على كلامك في حق الجزائر وفي حقنا جميعا، ومرحبا بك وسط اخوتك كالعاده. قبل ما ندخل معك في بعض الاسئله، انه انا عندي فكره معينه، يا ريت لو تقرا لي وش كاتب، لاني نشوف شعار اتحاد العاصمه وفهمت انها ارتبطت مباشره بما حصل لاتحاد العاصمه من وراء خارطة التي والحادثة المفتعلة اللي افتعلها مارس بركان. يا ريت لو تقرا لنا وش مكتوب هذا يعني. طالع مقلوب هو بالنسبة لنا يعني. طيب. شكرا اتحاد العاصمة. شفت خلاص قرأتها. لكن نعم. سوف أحاول أن أجد لها طريقة حتى تكون واضحة. ممكن بالك لازم تفتح الكاميرا الخلفية وتفتح عليها يعني، إذا راك تسمعني حمدي. أيوة. هذا قميص للفريق الوطني الصحراوي، تحصلت عليه هدية والتزمت بأن أتواجد به في كل محطة مهمة، وهو رسالة شكر من الصحراويين إلى اتحاد العاصمة وإلى جمهوره وإلى كل الشعب الجزائري على المواقف النبيلة المشرفة. وهذا شيء مألوف وليس بغريب. لماذا؟ لأننا نتحدث عن الجزائر، البلد الوحيد والشعب الوحيد والدولة الوحيدة التي لا نخشى منها طعنة في الظهر. شكرا لك حمدي، وشكرا لأنكم شعب أصيل، شعب لا يفوت فرصة في يعني يشكر الجزائر. وانا دائما نقولها ونعاودها، لا يوجد شكرانيات بين الاخوان، هذا واجب. اي شيء تقدمه الجزائر وتفعله الجزائر هو واجب. اخ حمدي، انا كنت تواصلت مع الاخ سالم، اخ صحراوي، واحنا على تواصل في الواتساب يعني. فكنت ساستضيفه لانه عندي فكره معينه انا في تجاه القضيه الصحراويه. حبيت استضيفه ونديروا هكذا دردشه، راح نديرها معك الى حين يزيد يجي هو. طبعا لا ضير من التكرار، ونستفيد منك ومنه ومن كل الاخوه الصحراويين. الاخ حمدي، شوف، نتفق كلانا بانه القضيه الصحراويه هي دوليه وعالميه، لكنها مظلومه عربيا. اوكي. يعني بعض الاخوان تخيل في مصر لا يعلمون شيئا عن الصحراء، شيء. لما تقول له انه الصحراء الغربيه هي محتله من يقول لك وشنو الصحراء الغربيه محتله من، فهمتني؟ ففيه تعتيم. هذه من انجازات المخزن عنده انجاز وحيد في القضيه الصحراويه، الا وهو التعتيم عليها عربيا. فانا حبيت نديروا دردشه انا وانت، ندير تشوف القضيه، نبداوها من الف باء تاء. اوكي، نبسطوها، نروحوا في الشق التاريخي، وننتهي ربما بالشق القانوني والشق الدولي. وسأحاول أنا للأسف مرغما ومجبرا أن ألعب دور الشيطان، فهمتني؟ وهذا مألوف. حتى نخلق توازن في الحوار، وحتى الحوار يكون مؤسس على منهجية إعلامية سليمة يعني. سنبدأ. الأخ حمدي، سألعب أنا دور الشيطان المخزن والعياذ بالله يعني. ألوان.
أخ حمدي، من هم الصحراويون؟ من هم هذا الصحراء؟ من هو هذا الشعب الصحراوي؟ من هو هذا الشعب الصحراوي؟ ما هي أصوله؟ من كيف توطن واستوطن وتواجد على هذه الرقعة من الأرض؟ هذا بداية. تفضل يا حمدي، من هم الصحراوي؟ الشعب العربي الصحراوي أو الشعب الصحراوي العربي، هكذا لقبه مفجر ثورة 20 ماي آيار الخالدة الشهيد الولي مصطفى السيد. الشعب الصحراوي هو شعب عربي يتأسس على قاعدة عربية، ألا وهي قبائل بني حسان التي أتت من شبه الجزيرة العربية وبالخصوص من اليمن. ولما أتت في إطار الفتوحات الإسلامية التي عرفتها شمال غرب إفريقيا، انتجز مع 3 قبائل، ألا وهي البربر وصنهاجة والزنوج، وتشكل المجتمع الصحراوي. وليس فقط المجتمع الصحراوي، بل يمكنني أن أقول المجتمع البيضاني الناطق باللهجة الحسانية. وللإشارة والتوضيح، فآخر الدراسات أكدت على أن زهاء 40 مليون نسمة من البشر في إفريقيا تتحدث باللهجة الحسانية. وعندما نتحدث عن قرابة 40 مليون، فإننا نتحدث عن كل الناطقين بالحسانية، سواء في الصحراء الغربية أو في جنوب المغرب أو في موريتانيا أو في مالي أو في النيجر أو في تشاد أو في جنوب شرقي وجنوب غرب الجزائر. إذن كل هذه الفئات المكونة الناطقة للهجة الحسانية هي التي تسمى بمجتمع البيضان. ولكن الشعب الصحراوي هو جزء، إلا أن الشعب الصحراوي اختلف عن هذه المكونات على أنه حافظ على هويته كمكون اجتماعي في منطقة محدودة. كان يتنقل للكلى تابعا للأمطار، كان يجوب إلى كل هذه المنطقة، لكنه كان شعب منظم في تنظيم قبلي يسمى بأيد الأربعين. وأيد الأربعين هذه هي لبسطها كانت تتكون من 40 شيخا ل40 قبيلة صحراوية، 40 شيخ ل40 قبيلة صحراوية. وكانت هذه أيد الأربعين هي التي تعتبر في المفهوم الحديث هي السلطة التي تسير إقليم الصحراء الغربية، والتي كانت تصد كل محاولات الغزو، وكانت تصد كل محاولات الأطماع، ولكن كانت تلعب دورا اجتماعيا أساسيا مهما، متمثلا في ما يعرف بفك الخلافات، متمثلا في ما يسمى بالدية في حالة تسجيل حالات الوفاة، متمثلا في فك الخلافات الاجتماعية ما بين القبائل إلى غير ذلك. إذن الشعب الصحراوي هو شعب عربي أمازيغي صنهاجي زنوجي، ولكن يمكنني أن أقول على أنه الشعب الصحراوي العربي. طيب، جميل جدا. في المغرب، في المملكة المغربية، يقولون أنكم لم تكونوا يوما دولة، فيقول أنه من حقنا أنتم، من حقنا أنتم كشعب وأنتم كأرض، من حقنا نحن. هل هناك أي شيء يدل مثلا على أنه، لأني سمعت الكثير مما يقال، هل هناك شيء يدل مثلا يتحدثون هم عن مبايعة؟ هل بايعت إحدى القبائل الصحراوية يوما أحد سلاطين المغرب؟ إذا كان الملك المغربي الحسن الثاني في ظهيره الملكي تحت رقم 1.76.380 الذي أصدره الحسن الثاني، ووقع عليه الوزير الحكومة المغربي الأول آنذاك أحمد عثمان، وصادق عليه البرلمان المغربي، وموجود في الجريدة الرسمية المغربية تحت رقم 33/11 مكرر بتاريخ 16 أبريل 1976، ينفي فيه الحسن الثاني شكلا ومضمونا البيع، ويقول روابط ولاء تاريخية بين من ومن، يقول بالحرف الواحد بين ملك المغرب وبعض القبائل، ولم يضف الصحراوية، وكتب في إقليم الصحراء، ووجود علاقات قانونية بين موريتانيا والصحراء الغربية. هذا موضوع البيع تحدثنا فيه عشرات آلاف المرات، وصرت أجد نفسي
أمام نظرية بسيطة تعلمتها في الابتدائي يقولون على أن شرح الواضحات من الفاضحات، فكنت دائما أطرح سؤال بسيطا إنكاري على من يدعي البيع، أقول له فقط: أنا لست ضدك، قل لي من بايع من، وأين تمت البيعة، وفي أي سنة. فيتحدثون عن الشيخ ماء العينين. الشيخ ماء العينين إذا قلت على أنه صحراوي أنا كاذب، وإذا قلت على أنه غير صحراوي فأنا كاذب. وهنا سوف تطرح علامات الاستفهام أمام الكثير من المستمعين: كيف أنه صحراوي وليس صحراوي؟ الشيخ ماء العينين هو علامة دينية بيضاني، أصوله ومولده ومنشأه في موريتانيا، ولكنه علامة دينية كان يجوب كل المنطقة. وابنه المجاهد أحمد الهيبة بايعه المغاربة سلطانا عليهم سنة 1912 في إمارة مراكش، وأسس جيشا من المجاهدين المغاربة قوامه 9000 مجاهد مغربي، وحارب الفرنسيين، فتآمر عليه العلويين والفرنسيين إلى غاية انهزامه في معركة تارودات. ممتاز إلى غاية اللحظة. طيب، إذا كان الشيخ ماء العينين جميع المصادر التاريخية تؤكد على أنه كان يستقبل من طرف كل شخصيات المنطقة، وللإشارة في زمنه موريتانيا لم تكن دولة بل كانت إمارات، إمارة الترارزة، إمارة البراكنة، وإلى غير ذلك، فكان كلما حل الشيخ ماء العينين إلا وحل استقباله الرسمي كشخصية وطنية. فإذا أسقطنا هذا المفهوم على الشيخ ماء العينين على أنه بايع السلطان المغربي، فالشيخ ماء العينين ليس صحراوي، وما تقلد في يوم من الأيام صفة صحراوي أو على أنه يمثل الصحراوية. وأتحدى أي مؤرخ كيفما كان نوعه أن يثبت علاقة الشيخ ماء العينين بالصحراء الغربية إلا تأسيسه لمدينة السمارة من خلال فتحه لمكتبته الدينية القرآنية. وهذا الذي يربط الشيخ ماء العينين بالصحراء الغربية. فيما يتعلق ببيعة السلاطين، بيعتهم من طرف شيوخ القبائل، لا وجود لأي قبيلة بايعة السلاطين المغاربة. وهناك تعلمنا من أبائنا وأجدادنا بحكم أننا شعب بدوي ثقافته شفاهية، تعلمنا في أغانينا في موروثنا الوطني يقولون فيه الصحراء من تاريخ بعيد، الصحراء يعني الصحراء الغربية منذ زمن بعيد، الصحراء من تاريخ بعيد، من مدة هارون وهمام، هارون الرشيد وهمام الذي كان يحكم في غرب إفريقيا، ما قد تحكم فيها مريد ولا سلطان ولا شيطان، لم يحكم فيها أي متمرد ولا سلطان ولا شيطان. لماذا؟ لسبب بسيط: لأن مجلس أيد الأربعين الذي تحدثت عنه في زمن تاريخي منذ تأسيس الشعب الصحراوي كان يرفض أي سلطة وحكم على الصحراويين وعلى المتشكل المكون الصحراوي. فهذه البيعة هي مثل، يمكنني أنا كحمدي شاب صحراوي وليد اليوم في منصة أخي أمين مليط وأمام زهاء 8 مستمع أن أصدق وأستوعب جلوس محمد الخامس على القمر وبصقه في خزان الطائرة حتى تمتلئ بالكلوزين ووضع يده على جبين الأسد ليخر له ساجدا، على أن أصدق أن الصحراويين ركعوا في يوم من الأيام لشخص دون الله سبحانه وتعالى. طيب، جميل جدا. من وقت ما تواجد الصحراويون على أرضهم، من احتل هذه الأرض؟ من احتل الصحراويين منذ أن استوطنوا هذه الأرض منذ عهد الفتوحات الإسلامية إلى يومنا هذا؟ أدعو جميع ضيوفك المستمعين إلى زيارة مكتبة إلكترونية اسمها مكتبة إينيش، ألف نون ياء شين، مكتبة إينيش. هذه المكتبة الإلكترونية، وهنا بالمناسبة أفتح قوس لأتقدم بتحية كبيرة مفعمة بالتقدير والاحترام للخبراء وللباحثين الصحراويين على هذا المجهود الحقيقي. مكتبة إينيش توثق بالأدلة وبالمراجع الأوروبية تاريخ المحاولات الاستعمارية في الصحراء الغربية، ابتداء من البرتغاليين إلى البريطانيين إلى الفرنسيين إلى الإسبان. إسبانيا المحاولات
نعم، قلت المحاولة كانت تصد وتفشل مم. من طرف المقاومة الصحراوية إلى البرتغاليين، البريطانيين والفرنسيين. والفرنسيين. سنة 1882 قبل مؤتمر برلين بسنتين إسبانيا دخلت الصحراء الغربية ليست كقوة مستعمرة، بل كبواخر تجارية، واتفاقياتها التي أبرمتها مع القبائل الصحراوية آنذاك موجودة إلى يومنا هذا. وأدعو جميع الباحثين في هذا الموضوع في الموقع الرسمي للمكتب الإلكتروني الإسباني موثق. وقعت إسبانيا على التجارة ودخلت الصحراء الغربية كتجار. في 1884 بعد مؤتمر برلين عندما وزعت المستعمرات احتسبت إقليم الصحراء الغربية على إسبانيا كمستعمرة إسبانية. وهنا أفتح قوس بسيط جدا حتى لا أطيل ولا يتشتت أفكار الناس. قبل تاريخ، اسمعوني جيدا، منذ 1884 إلى غاية 17 يونيو 1970، منذ 1884 إلى 17 يونيو 1970 ما اعتقلت إسبانيا صحراوي، ولا عذبت صحراوي، ولا نفت صحراوي، ولا شردت صحراوي، ولا هضمت حقوق الصحراويين البت. هذه أفتح فيها قوس. حتى لما بدأت المقاومة منذ تأسيس الحركة الطليعية لتحرير الصحراء الغربية التي أسسها محمد سيد إبراهيم بصير الذي عاد من سوريا وكان يدرس الصحافة، تم قمع الرجال وانسحبت إسبانيا بعد 96 سنة ما اعتقلت امرأة ولا طفل قاصر ولا شيخا هري. وأتحدى أيا كان أن يأتيني بطفل صحراوي قاصر اعتقلته السلطات الإسبانية إبان استعمارها للصحراء الغربية، أو امرأة أو شيخا هرم. بينما في المقابل إمارة المؤمنين وسلالة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام وحمى الوطن والدين والحدود الحقة دخلت بالنابالم والفوسفور الأبيض والمقابر الجماعية ودفن الصحراويين أحياء. فيا عيني على الشرف. إذن أول استعمار بالمصطلح العصري هو الاستعمار الإسباني الذي كان سلميا إلى غاية 1970. يعني تقصد أنه من 1970 يعني هو تأسيس الحركات المقاومة هو الذي جعل الجانب الإسباني في حالة رد فعل وليس في حالة فعل. نعم في حالة رد فعل. وفي سنة 1974 إسبانيا رسميا تعرض على الصحراويين حكما ذاتي موسع تحت السيادة الإسبانية، فرفضته كل مكونات الشعب الصحراوي. إذن إذا تحدثنا بالمصطلحات العصرية فأول استعمار استطان في الصحراء الغربية هو الاستعمار الإسباني، وأول احتلال هو الاحتلال المغربي والغزو الموريتاني الذي لم يدم إلا 4 سنوات. جميل جدا. طيب ما هي مشكلتكم مع المغرب؟ يقولون بأنكم أنتم أولا قبل أنتم كم عدد الإخوة الصحراويين بين الموزعين بين الأراضي الصحراوية المحتلة، بين مخيمات العزة والكرامة في الجزائر، وبين المنتشرين في شتى بقاع الأرض على رأسها إسبانيا أو هولندا وبعض المناطق الأوروبية كذا؟ سأجيب بشكل موضوعي لأنني أريد منك أخي أمين أن ترفع قليلا من وتر أسئلتك وأن نخلق جو من النقاش الحرج. يلا لا تشفى. ولكن في المقابل أنا سأقدم أسئلة ترقى وإلى مستوى المستمعين وإلى عقولهم. أنا لن أقدم لكم إلا الإحصاء الذي تعتمده الأمم المتحدة لسنة 1974 والذي اعتمد أولا سنة 1963 عندما أدرجت الصحراء الغربية ضمن الأقاليم التي تخضع لعملية تصفية الاستعمار. من أدرج الملف الصحراوي؟ دعك هذا السؤال، دعه وحده لأنه مهم جدا. دعه وحده مهم جدا. طيب 1963 الصحراء الغربية ضمن الأقاليم التي تخضع لعملية تصفية الاستعمار. اعتمدت الأمم المتحدة انطلاقا من المعطيات التي قدمتها إسبانيا عدد 560 ألف نسمة. في المقابل إلى غاية هذه في أي سنة؟ منذ 1963
كنتوا 60,000. 560,000 وإلى نسمة. غاية اللحظة، إلى غاية أها. اللحظة، في الموقع الرسمي للأمم المتحدة تجد 560,000 نسمة إلى اليوم، إلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة. لكن سوف نقوم بقراءة بسيطة. في الستينات والسبعينات والثمانينات الصحراويين لم يكونوا متواجدين برمتهم في الصحراء الغربية، بل كانوا يتواجدون في موريتانيا، في الجزائر، في مالي، في المغرب، في إسبانيا، في فرنسا، مشتتين. وهنا صدر القرار سنة 1966 تحت رقم 2229 الذي يؤكد في الفقرة الثالثة على عودة المنفيين. عودة المنفيين. طيب، الآن لا يوجد بالنسبة لي شخصيا من باستثناء الرقم الذي تعتمد الأمم المتحدة، لا يوجد إحصاء شامل لعدد الصحراويين. هناك تكهنات تقول على أن الصحراويين ما بين 1,500,000 إلى 2,000,000 نسمة. هذه التكهنات مبنية على بعض المؤشرات التي قام بها بعض الباحثين الإسبان بدرجة أساسية، لكن ما يمكنني أن أؤكده لك على أن الصحراويين إذا أردنا أن نأخذ يعني العصا من النصف، أنا أقول على أنه يتراوح عدد الشعب الصحراوي ما بين 1,000,000 و1,500,000 نسمة. جميل جدا. حتى لا نستفيض في هذا الموضوع، لانه انا كنت اود منك اجابه فقط مباشره، يعني هو بين 1,500,000 الى 2,000,000 نسمه. طيب، انتم يقولون عنكم في المغرب، يقولون بانكم انتم انفصاليون. ما الذي حصل تحديدا بينكم وبين المغرب؟ ورد بالك وكرر لك حمدي، انا اسعى لتاسيس نقاش الف باء تاء، لان هناك الكثر لا يفقهون ولا يعلمون شيئا عن موضوع الصحراء، فأنا أتغابى في بعض الأحيان وأفترض أني مثلهم لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع، فأجبني ببساطة بألف باء ثاء. ما الذي حصل بين ال الأرض التي كانت مستعمرة للإسبان، وكيف تحولت بين ليلة أو بين عشية وضحاها إلى مستعمرة لدويلة صغيرة وظيفية لا يمكنها حتى إطعام مواطنيها وساكنيها وأفراد جيشها، وإذا بها تتحول إلى محتل؟ فما الذي حصل؟ أولا، فيما يتعلق بالمصطلح الذي يوظفه الإخوة المغاربة، وأقول الإخوة المغاربة لأنني أتحدث عن الشعب، الانفصال، أطرح لهم سؤالا بسيطا: هاتونا متى كانت الصحراء الغربية والشعب الصحراوي جزءا من المغرب حتى ينفصل عنه؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا كان المغاربة يقولون على أن الصحراويين مغاربة، لماذا أتوا بالمغاربة ليحرروها من إسبانيا مثل ما يدعون؟ لماذا لم يحررها الصحراويين بمسيرة يرفعون فيها الأعلام المغربية ويقولوا نحن مغاربة ولسنا صحراويين ونريد تحريرها؟ ثانيا، إذا كان الملك المغربي يقول مثل ما يقول رعاياه ومن يسبح في فلكه على أن الصحراويين انفصاليين، لماذا أتى بالمغاربة ليحرروا جزءا فيه شعب موجود؟ إذن هذا تساؤل أضعه في جزئية: متى كانت الصحراء الغربية جزءا من المغرب حتى تنفصل عنه؟ نحن لم نكن مغاربة ولسنا مغاربة ولن نكون مغاربة بإذن الله، والصحراء الغربية حالها حال أهلها، فالطيور على أشكالها تقع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الذي حدث ببساطة يا أستاذ الكريم، هناك مثل شعبي لدينا نحن في الصحراء الغربية يقول بالحسانية: اللي يجبر شواي ما ينحرق ويديه. اللي يجبر شواي ما ينحرق ويديه. ما معناه باللغة العربية؟ الملقة من وجد أداة للشيء لن يحتاج إلى أن تلسع أنامله بالنار. ففرنسا في تاريخ المقاومة الصحراوية من خلال معركة أفيون وخلال الكثير من المعارك التي فازت فيها المقاومة الصحراوية ضد التواجد الفرنسي في موريتانيا وحتى في الصحراء الغربية من خلال تواطئها مع الاستعمار الإسباني، أصبحت لها عقدة من ما يسمى بالصحراويين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: فرنسا وجدت أداة وظيفية. هذه الأداة الوظيفية: هناك ملك متهور لا يحسب حسابا لشعبه، لديه زهاء 160,000 لقيط، وعندما أوظف عبارة لقيط فأنا أؤكدها هي أبناء الذين ولدوا خارج العلاقة الشرعية، لا أباء لهم ولا أمهات لهم، وكانوا يسمون بالمصطلح الذي كبرنا نحن أبناء المدن حمدي رجاء حتى نبقاو في التسلسل، لأنه أنا عندي تسلسل كما قلت لك تاريخي. نرجع للبداية. ما الذي حصل؟ الصحراء الغربية كانت مستعمرة إسبانية. ما الذي حصل؟ خرج جيش إسباني، دخل جيش مغربي.
بالذي هذا حصل. خطأ. هذا خطأ. أولا نعم، إسبانيا وضح لي. لما قدمت المقترح الحكم الذاتي الإسباني سنة في أي سنة؟ 1974 مهم. ورفضه الصحراويين وقاتلتها جبهة البوليساريو، فرنسا إسبانيا عفوا، وتزامن ذلك مع مرض الجنرال فرانكو الذي كان يحكم إسبانيا. الدولة العميقة الإسبانية أرادت الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، فاستقلال الصحراء الغربية لا يخدم المصالح الاقتصادية الإسبانية. فماذا وجدت إسبانيا؟ ما لم تجد من بديل إلا اتفاقية مدريد الثلاثية. اتفاقية مدريد الثلاثية هذه الاتفاقية وقعت بتاريخ 14 نوفمبر 1975. أعيد، 14 نوفمبر 1975. ماذا تقول فيها إسبانيا والملك المغربي والرئيس الموريتاني المختار ولد الداه؟ تسلم الإدارة المؤقتة لإقليم الصحراء الغربية بالتشاور مع الجماعة. مع الجماعة. طيب، من هي الجماعة؟ الجماعة هي الذي يعرف باللغة الإسبانية لاسامبريا خينيرال، الجمعية العامة، يعني مندوبي الشعب الصحراوي داخل البرلمان الإسباني. وكانت إسبانيا تلزم المغرب وموريتانيا على أنهم لا بد من أجل إدارة الصحراء الغربية المؤقتة ماشيا مع الميثاق الدولي للقانون والقرار رقم 1514 لسنة 1960 لا بد من التشاور مع الجماعة. فأعلنت إسبانيا انسحابها متى؟ 26 فبراير 1976، بعد أن وضع نظام الاحتلال المغربي يده على إقليم الساقية الحمراء، ووضعت موريتانيا يدها على إقليم وادي الذهب. فأبلغ المندوب الدائم لإسبانيا الأمم المتحدة بانسحاب إسبانيا من ماذا؟ من الإدارة المؤقتة لإقليم الصحراء الغربي. هذا الذي حدث بالتحديد. إسبانيا لم تنسحب مباشرة بعد دخول الجيش المغربي والجيش الموريتاني، بل تواجدت في الإقليم زهاء 4 أشهر من أجل ضمان مصالحها. وعندما أقول مصالحها أخي أمين فإنني أتحدث عن ضمان تواجد فوسفات، الثروة السمكية، ضمان تواجد إلى يومنا هذا، ضمان تواجد أسطول الصيد البحري الكناري في المياه الإقليمية للصحراء الغربية، ضمان أزيد من ثلثي من عائدات الفوسفات الصحراوي، وتسيير الأجواء الصحراء الغربية. فهذا الذي حدث من أجل ضمان المصالح الإسبانية في إقليم الصحراء الغربية. فدخل الاحتلال المغربي ودخل الغزو الموريتاني، وتوجهت المقاومة الصحراوية المسلحة جميل. من إسبانيا إلى هذين الغزوين. جميل جدا. ما قصة المسيرة الخضراء؟ بسيطة جدا. المسيرة الخضراء هي فكرة أتى بها وزير الخارجية الأمريكي كيسنجر، ومستقطبة من فكرة المسيرة الحمراء الصينية. أوكي؟ هذه المسيرة هي قام فيها الملك المغربي الحسن الثاني الراحل رحمة الله عليه بلم شتات المفقرين المهمشين الذين لا موقع لهم اجتماعي في الطبقة الاجتماعية المغربية، زهاء أكثر من 300 ألف مدني مغربي. وأعلن في خطابه الشهير عن انطلاق ما يسمى بالمسيرة الخضراء التي نسميها نحن المسيرة السوداء. عند إعلانه صدر قرار، وهذا ما يغفله المغاربة وحتى الإخوة العرب، صدر قرار من مجلس الأمن رقم 377، فاستمرت المسيرة. فصدر القرار الثاني رقم 379، فاستمرت المسيرة. فصدر القرار الثالث رقم 380، والذي كان سابقة في مجلس الأمن الدولي منذ تأسيسه، لأن القرار 380 خاطب الحسن الثاني ولم يخاطب الدولة المغربية. فتوقفت المسيرة عند الحدود ما بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ولم تطع قدم مشارك واحد أرض الصحراء الغربية بشهادة المغاربة في حد ذاته. جميل جدا. بعد أن سلمت إسبانيا زمام الأمور لموريتانيا والمغرب، يا ريت لو تنورنا كيف انسحبت موريتانيا وكيف تولت زمام الأمور في غالبية المناطق المملكة المغربية. أولا لابد من أن أعيد وألفت انتباه الإخوة والأخوات المستمعين على أن هناك اتفاق لترسيم الحدود ما بين الملك المغربي والمختار ولد الداه الرئيس الموريتاني رحمة الله عليه بتاريخ 16 أبريل 1976. ماذا يمثل هذا التاريخ؟ بعد انسحاب إسبانيا الرسمي من إدارة الصحراء الغربية بشهرين. هذا الاتفاق استدعى فيه الحسن الثاني الرئيس الموريتاني رفقة وزير خارجيته حمدي ولد مكناس، وقاموا بتقسيم الصحراء الغربية جغرافيا. هذا التقسيم هو استيلاء المغرب على الصحراء على الساقية الحمراء، وموريتانيا على إقليم وادي الذهب.
جبهة البوليساريو مع بداية سياسة الإبادة الجماعية للشعب الصحراوي والقنبلة بالنابالم والفوسفور الأبيض وسياسة الأرض المحروقة، بدأ النزوح الجماعي الصحراوي من شمال شرق الصحراء الغربية ومن جنوب غربها. لماذا؟ لأن الجيش المغربي دخل عن طريق المحور الثلاثي الفارسية جديرية حوزة، وهي مناطق تقع متاخمة للحدود الجزائرية، فكل الصحراويين الذين كانوا يعيشون في تلك المنطقة فروا إلى الجزائر. فاضطرت جبهة البوليساريو إلى بداية أولا محاولة صد توغل الجيشين المغربي والموريتاني، ولكن في المقابل تأمين المدنيين الصحراويين. بعد أن تم تأمين كل النازحين الصحراويين، درست جبهة البوليساريو عبر عقيدتها العسكرية القتالية الحلقة الأضعف، فوجد الجيش الموريتاني، فركزت جميع هجماتها وضرباتها على موريتانيا. وهنا سأستحضر لكم مقولة قالها الشهيد الولي مصطفى السيد بعد تنفيذه لمعركة نواكشوط سنة 1976. قال: إذا كان هتلر قد قصف عاصمة أوروبية على مسافة 40 كيلومتر، فالتاريخ كتب للصحراويين قصفهم لعاصمة موريتانيا على مسافة 40 متر، وهذا مدون بالتاريخ. فتم استهداف العصب الاقتصادي الموريتاني من خلال قصف القطار الناقل لمنجم الحديد من الزويرات من كدية الجل وقلب الغين إلى موريتانيا، استهداف السكة الحديدية، ولكن أيضا قصف العاصمة الموريتانية التي يعني نقل الحرب إلى الداخل الموريتاني. عندما اشتد الخناق على الجيش الموريتاني، قام الحسن الثاني بإفاد وحدات عسكرية مغربية لتأمين ماذا؟ لتأمين نواذيبو، تأمين إنال، تأمين فديرك، تأمين الزويرات، وتأمين بلدة بيرمغرين. وهذه هي المواقع الخمسة المتاخمة للحدود الموريتانية الصحراوية. فلما نجح الصحراويين في هزيمة موريتانيا، حدث الانقلاب العسكري الذي قاده حمدي. هذه حتى نكون واضحين، حتى نمشي تدريجيا، هذه من أي شهر تقريبا في سنة 76 بدأت الضربات الصحراوية للجيش الموريتاني إلى غاية متى؟ بالتحديد منذ مطلع سنة 1976 إلى غاية 9 يونيو 1976، زهاء 6 أشهر من السنة، تم التركيز على الجيش الموريتاني وعلى الوحدات العسكرية الموريتانية. وهناك نجح الصحراويين في أن يكونوا سببا رئيسيا في حدوث الانقلاب العسكري على المختار والدداه رحمة الله عليه. وتولى زمام الأمور بعد ذلك القادة العسكريين، والذي كان من ضمنهم الرئيس الموريتاني محمد خونا ولد هيدالة، والذي في الأصول هو صحراوي ولكنه موريتاني، الذي وقع اتفاق السلام مع جبهة البوليساريو بتاريخ 5 غشت 1979 في الجزائر العاصمة بإشراف الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية، واعتمد لدى هاتان المنظمتان الدوليتان بعنوان اتفاق الجزائر. فأعلنت فيه موريتانيا أولا انسحابها هي الأخرى مثل إسبانيا من اتفاقية مدريد لإدارة إقليم الصحراء الغربية، إعلانها عدم وجود أي أطماع مستقبلية لها في أرض الصحراء الغربية، إعلانها أن الحرب التي كانت تخوضها هي حرب غير عادلة وغير قانونية، وإعلانها على أن الصحراء الغربية للصحراويين وليست موريتانيا ولا لدولة أخرى. جميل جدا. منتصف سنة 76 تخلص الجيش الصحراوي من التواجد العسكري الموريتاني، إذن قام بتحرير وادي الذهب، إقليم وادي الذهب. ما الذي حصل بعدها؟ الآن الطبيعي والبديهي أن يوجه قدراته وضرباته إلى الجانب الآخر، إلى الجيش المغربي. ما الذي حصل؟ بسيط جدا، والتاريخ هنا يحدث نفسه. قلنا على أن موريتانيا انسحبت بخمسة، أو وقعت اتفاق السلام ب5 غشت 1979، 5 غشت 1979، وكان في ضمن الاتفاق التقني وليس الاتفاق السياسي، الاتفاق التقني على أن موريتانيا تحتاج إلى نسبة 6 أشهر من الزمن لتنسحب من إقليم الصحراء الغربية. وهنا ارتكب الصحراويين السياسيين المفاوضين خطأ تاريخي دفعنا ثمنه إلى يومنا هذا. ما هو؟ أن الوفد الموريتاني المفاوض، وما أقوله الآن ليس كلام الصحراويين بل هو ما نطقه وزير الخارجية الموريتاني آنذاك، رئيس الوفد المفاوض في القنوات الموريتانية وموجود على اليوتيوب، قال على أنهم اقترحوا على الصحراويين
تسليم إقليم وادي الذهب برمته للأمم المتحدة، وعلى أنه في انتظار حل مشكلتهم مع الاحتلال المغربي تسلمهم الأمم المتحدة الإقليم. فظن الوفد الصحراوي على أن هذه خدعة سياسية، ولم يكن يثق آنذاك، وهذا طبيعي جدا. فقالوا لهم لا، إذا كنتم تريدون شيء انسحبوا، دعونا نحن مع المغرب قادرين على المغرب. فانسحبت موريتانيا من إقليم وادي الذهب. الذي حدث ببساطة هو على أن الجيش الوحدات كم تبلغ حمدي بالمناسبة، كم تبلغ مساحة إقليم وادي الذهب تقريبا؟ إقليم وادي الذهب هو يشكل قرابة نصف أرض الصحراء الغربية. أرض الصحراء الغربية مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع، إذا نتحدث عن حوالي 130 ألف كيلومتر مربع. 130 ألف كيلومتر مربع. طيب، الذي حدث ببساطة على أن الحسن الثاني أصدر أوامره المباشرة لوحداته العسكرية التي كانت تتواجد في موريتانيا لتأمين المدن أو البلدات الخمس الموريتانية المتاخمة للحدود الصحراوية بالانسحاب من موريتانيا، لأن موريتانيا انسحبت، ولكن كان الانسحاب شمالا في اتجاه ماذا؟ في اتجاه إقليم وادي الذهب الذي كانت تحتله موريتانيا. وأمر وحداته الأخرى التي كانت في الساقية الحمراء بتوسيع نطاقها إلى إقليم وادي الذهب. فاحتل وادي الذهب ببساطة جدا، لأن الجيش المغربي كان يتواجد على ضفتي إقليم وادي الذهب، الضفة الشمالية والضفة الجنوبية، وجبهة البوليساريو ومقاتليها كانوا في الشرق. فبدأت القتال ضد هذه الوحدات، والتي كانت من أهم معاركها هي المعركة التي أسر فيها العقيد العبيدي عبد السلام، وهي في منطقة تشلة المتاخمة للحدود الموريتانية. ومعركة التي أسر فيها العبيدي عبد السلام كان هو أشرس جندي مغربي. أقول جندي مع علم أنه كان عقيد، يعني لا أتحدث عن رتبته العسكرية. نتحدث عن 79-80، نهاية 79-80. سؤالي الذي يطرح نفسه بإلحاح: إذا كانت 79-80 المغرب قوي، لماذا قام بتشييد جدار الذل والعار المغربي سنة 1981 بالاستعانة بخبراء عسكريين من الكيان الصهيوني؟ لماذا؟ جدار الذل والعار المغربي أخي أمين اشرحوا للمشاهدين ما هو جدار الذل والعار. أول سنة ألا وهي 1981 قام الحسن الثاني باستدعاء خبراء من جيش الكيان الصهيوني، وكان جيشه يتعرض إلى الهزائم المتكررة على يد مقاتلي جبهة البوليساريو. فأمر بتشييد جدار سماه جدار الدفاعي عن المثلث النافع. المثلث النافع، ما هو المثلث النافع؟ المثلث النافع هو بلدة بكراع التي يوجد فيها منجم الفوسفات، مدينة العيون، والمرصى أي الميناء الذي يصدر من خلاله الفوسفات الصحراوي. بعد أن تم الانتهاء من هذا الجدار، تم توسيع الجدار ب6 جدارات، 6 جدارات في الصحراء الغربية. فكان في كل سنة يضاف جدار وتقطع قطعة جغرافية، إلى أن اكتمل الجدار الذي طوله 2700 كيلومتر يقسم الصحراء الغربية على جزئين. الجزء نسبة 70% من الأراضي المحتلة غرب جدار الذل والعار المغربي، و30% من الأراضي المحررة التي هي كانت شرق جدار الذل والعار المغربي. وكان الحسن الثاني يراهن على أن فكرة الجدار هي التي سوف تنهي الصحراويين. لماذا؟ لأن هذا الجدار ليس جدار عادي، هذا الجدار فيه خنادق وجدارات رملية وألغام وأسلاك شائكة والكلاب والجنود والمدرعات ولا غير ذلك. ولكن حدث ما لم يكن يتوقعه نظام الاحتلال المغربي والحسن الثاني، على أن بكل بساطة كان المقاتل الصحراوي يقوم في منتصف الليل فيصلي ركعتان لله تسمى بصلاة جوف الليل، ويقوم بإعداد كاس من الشاي وحبات من التمر، ولا يدوس فرامل سيارة لاندروفر التي شهرت لدينا بدريميزة إلا في عقر جدار الذل والعار المغربي، فيقوم بأسر جنود الجردان الهلكيين من عمق الجيش المغربي من وراء الجدار. إذن هذه هي القاعدة، وهذا هو التاريخ، وهكذا استولى نظام الاحتلال المغربي على 70% من أراضي الصحراء الغربية. طيب، منذ تشييد الجدار إلى غاية بداية التسعينات أو تسعينيات القرن الماضي، أعطينا أبرز محطات الاقتتال أو الصراع المسلح بين جبهة البوليساريو وبين الجيش المغربي الذي انتهى برضوخ
ومطالبة أحادية من طرف الجانب المغربي بوقف إطلاق النار. تفضل حمدي. والله هذا السؤال محرج جدا، ليس لأنني عاجز عن الإجابة عنه، ولكنني أعتذر منك ومن كل مستمعينك، لأن هذا السؤال يلزمني بجواب عاطفي وليس بجواب منطقي. فأقول تحية إلى المقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي. لماذا؟ والله هذا الجيش، هناك معركة الوارقزيز، كان مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي نجحوا في وضع حصار على أكبر قوة عسكرية مغربية، إلى درجة أنه لم تكن تأتيهم المؤن إلا من طائرات الهليكوبتر. وهنا تدخلت الجزائر من أجل فك هذا الحصار. هناك معركة الزرلاقة، هناك معركة البويرات، هناك معركة القلتة الشهيرة التي استخدم فيها لأول مرة سلاح سام 6 الذي أتي به من ليبيا. هناك معركة بيرنزران، هناك معركة المسايل. ومعركة المسايل يؤكد فيها الصحراويين على أن أودية الصحراء الغربية أصبحت تسيل من دماء جنود الاحتلال المغربي. هذا المقاتل الذي لا يمتلك إلا بنادق كلاشينكوف يقوم في الليل بالتسلل على أقدامه وعلى كعبيه إلى أن يجد نفسه في عقر جنود الاحتلال المغربي. وهنا سأحتضر من باب الطرافة أمام الإخوة المستمعين أهم معركة أنا صراحة تجعلني أفتخر كوني صحراوي. هناك قوة مغربية تم أسرها بدون طلق رصاصة واحدة. وهنا سوف يقول الكثيرين والله هذا ما يقوله هو ترهات. معركة بير لحلو التاريخية. بير لحلو هي منطقة توجد في الأراضي المحررة من الصحراء الغربية، وهذه المنطقة مشهورة بتواجد قطعان الحمير يعني التي لا يمتلكها أي أحد، تعتبر نقولها حمير وحشية. فأتت قوة مغربية فتمركزت في الوادي الذي يصب في منطقة بير لحلو. فماذا فعل المقاتلين؟ قاموا بأخذ الحمير وبوضع مصابيح يدوية بين أذني الحمار، ويتم ربط المصباح اليدوي، ويقومون بوضع خنفساء في أذن الحمار، ويشعلون المصباح ويطلقون الحمار. فكلما تحركت الخنفساء في أذن الحمار إلا وجرى الحمار بأقصى ما يمتلك. فقامت القوة المغربية عندما رأت المصابيح فظنوا على أنهم مقاتلي جبهة البوليساريو، فبدأوا يطلقون نيرانهم على الحمير، وكانت الحمار الخنفسة في الأذن والطلقات النارية في الظهر، فلا يتوقف الحمار من الهرولة، وكان المقاتلين من خلفهم يأسرونهم واحدا تلو الآخر حتى عصرت القوة برمتها بدون إطلاق رصاصة واحدة. وهاته بشهادة الأسرى المغاربة وليس بكلام حمدي، هذه بشهادة الأسرى المغاربة، وخصوصا شهادة الأسير الذي قال بالعبارة العامية كان يضربوا فينا من القدام ومن الروب. إذن أنا لا أستطيع الحديث عن أمجاد وبطولات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ولكن من فرض على الحسن الثاني الوقوف في قمة نيروبي بكينيا ومناشدة المنتظم الدولي بالتوسط لجبهة البوليساريو من أجل وقف إطلاق النار، ويعرب 86 حمدي عام 86 ويعلن عن استعداده لتنظيم استفتاء تقرير المصير، وإذا قرر الصحراويون استقلالهم فأول سفارة ستكون السفارة المغربية. هذه لا يفعلها إلا مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي. الجيش الذي فرض على الحسن الثاني أن يستقبل وفد جبهة البوليساريو في قصره بمراكش مكرها رغم أنفه، هذه لا يفعلها إلا جيش التحرير الشعبي الصحراوي. 84 طائرة عسكرية لا يسقطها إلا مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي. بالله عليكم يا إخوان، 4500 أسير حرب مقابل 66 أسير صحراوي، هذه لا يستطيع أحد تكذيبها.
ونعرف على أنه أمين يقول على أنه كان يحاربهم الفيتناميين والجزائريين والليبيين والكوريين الشماليين والكوبيين والفنزويليين والأنغوليين والبوركينافاسيون، وربما العالم برمته تكالب. وأنا كنت أسأل بيني مع ذاتي هل حاربت معنا الملائكة والطير الأبابيل وغير ذلك، لأنه ما يقوله المغاربة لا يجوز. 66 أسير صحراوي مقابل 4500 أسير مغربي، وأزيد من 33 ألف جندي قتل بشهادة الجمعية المغربية لضحايا الحرب في الصحراء. هذا في ظرف 10 سنوات من المفروض، من 76 16 سنة، من 76 إلى غاية 92 75 لأنه أول أسير حرب مغربي أسر يوم 31 أكتوبر 1975 واسمه الجندي طاهر الطاهري. طيب جميل 1975 إلى غاية 1991. إلى غاية 91 16 سنة 66 أسير صحراوي مقابل 4500 أسير مغربي. جميل جدا. بعد إعلان الحسن الثاني سنة 86 في قمة نيروبي على أو طلبوا مطالبته بوقف إطلاق النار ودعوته لأجل إجراء الاستفتاء وإنهاء هذا الاقتتال وغيره ما الذي حصل؟ الذي حدث ببساطة على أن جبهة البوليساريو كانت مقنعة ومؤمنة، وكان مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي مؤمنين ومقتنعين على أن المعركة العسكرية محسومة لصالح الصحراويين، وعلى أنهم ليسوا في عجلة من أمره. وحدثني الكثير من المقاتلين الذين واكبوا الثورة الصحراوية على أنه كان رهان المقاتلين أنهم وصلوا إلى مرحلة أنهم يقومون في أوقات التمركز، ليس في أوقات القتال، يلعبون لعبة تسمى بالجوكر الفرنسي ونسميها نحن بمرياس. فمن هزم كان يلزم في إطار الشرط والتحدي على أنت تأتي بأسير وأنا أتي بأسير وإلى غير ذلك. كان التفوق باين واضح للعيان من حيث القوة والتفوق العسكري. الذي حدث على أنه بعد مناشدة الحسن الثاني واستقباله للصحراويين ودخوله في المفاوضات إلى غير ذلك مع السياسيين، أتت الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية بما يسمى بمخطط التسوية الأممي الإفريقي. أعيده، مخطط التسوية الأممي الإفريقي سنة 1988. هذا المخطط كان التفاوض عليه بين جبهة البوليساريو والاحتلال المغربي بإشراف الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية، فاعتمد لدى مجلس الأمن الدولي بتاريخ أبريل 1991 بعد صدور القرار رقم 690 الذي أسست بموجبه البعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية بين ظفرين بعثة المينورسو. هذا المخطط يقول وقف إطلاق النار، تأسيس البعثة، تنظيم استفتاء تقرير المصير. لكن كل هذا تزامن مع ماذا؟ تزامن مع الوضع الأمني في الجزائر. وهنا نتحدث، المخطط كان مقترح من طرف منظمة الوحدة الإفريقية أو من طرف الأمم المتحدة؟ من طرفهما الاثنتان. جميل. وسمي بمخطط التسوية الأمم المتحدة الإفريقي، الوحدة الإفريقية. جميل. لسنة 1981. فتزامن ذلك، وكان الحسن 88 تقصد 1988 قدم المقترح من الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية لطرفي الصراع ألا وهما جبهة البوليساريو والاحتلال المغربي على أنه يتم وقف إطلاق النار ويتم تأسيس بعثة أممية ويتم تنظيم استفتاء تقرير المصير، وكفى الله المؤمنين شر القتال. جميل جدا. طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل ببساطة جدا على أنه لما دخلنا في العملية التقنية بعد بدء عمل البعثة المينورسو كانت الجزائر تعيش العشرية السوداء، فراهن نظام الاحتلال المغربي على انهيار الجزائر وعلى انهيار الدولة الجزائرية. وعندما والتف على المقترح، بارك الله فيه، فعندما نقول انهيار الجزائر وانهيار الدولة الجزائرية فهذا يعني أيضا على أن جبهة البوليساريو سوف تصبح في مأزق. لماذا سوف تصبح في مأزق؟ أولا اللاجئين على أرض الجزائر، الأسرى المغاربة الذين كانوا لدى جبهة البوليساريو وضعوا في مراكز احتجاز تحت مراقبة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية على أرض الجزائر. ثالثا
وهي النقطة المهمة، على أن الصحراويين أصبحوا ملزمين أخلاقيا بالمساهمة في تأمين حدود الجزائر. وهذا ما أكده الكثير من النخب السياسية الجزائرية، على أنه طيلة العشرية السوداء ما عرفت الجزائر شرا من حدودها الجنوبية الغربية، بل كان كل الشر يأتي من الغرب، وأنا لا أريد أن أسمي الأشياء بمسمياتها. طيب، الحسن الثاني راهن بكل ما أوتي من قوة على سقوط الدولة الجزائرية وعلى سقوط الأمة الجزائرية، وبالتالي ذوبان القضية الصحراوية. فذهبنا إلى ما يسمى بالتفاوض على الشق التقني، وكان في كل المفاوضات تأخذ نفسا طويل، يعني نتحدث عن زهاء 2 إلى 3. فأتت خطة بيكر الأولى. خطة بيكر الأولى ماذا تقول؟ وكان جيمس بيكر للتوضيح للإخوة المستمعين هو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، وأكبر صقر من صقور الدبلوماسية الأمريكية، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. فخطة بيكر الأولى ماذا تقول؟ تقول بالحرف الواحد على أنه لا يعتمد في التصويت على استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية إلا الصحراويين الذين قامت إسبانيا في إحصائهم سنة 1974 في الإحصاء الإسباني، وكان عددهم إن لم تخن الذاكرة يفوق 70,000 نسمة. 70,000 نسمة، لأن إسبانيا قامت بالإحصاء فقط على منطقة سمارة والمدن، يعني المدن التي كان فيها القليل من الصحراء. جميل. ووافقت جبهة البوليساريو، وافق الحسن الثاني. ذهبنا إلى مرحلة عملية تحديد الهوية. تحديد الهوية ماذا تعني؟ يعني تحدد هوية هذا الشخص، هل هو في الإحصاء الإسباني أم ليس في الإحصاء الإسباني. ماذا فعل الحسن الثاني؟ قال هذه عملية تحديد الهوية يجب أن تتم بالشق التالي. ماذا؟ لا نوجد فيها نحن كمغاربة، ولكن لا تتواجد فيها جبهة البوليساريو، بل يتواجد فيها ما يسمى بالشيوخ القبائل. طيب، قبيلتها جبهة البوليساريو. كيف شيوخ القبائل؟ يأتون إلى قبيلة صحراوية فيعين نظام الاحتلال المغربي شخصا من القبيلة التي يتواجد جزءها في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، وتأتي جبهة البوليساريو بشيخ من نفس القبيلة من الشق المتواجد في مخيمات لاجئين الصحراويين، فيجلس الشيوخ الاثنان أمام بعثة المينورسو ويتم إدخال كل شخص عليهم، فتطرح عليه الأسئلة: ما هو اسمك؟ ما هو اسم أبوه؟ اسم جدك؟ إلى غير ذلك. إذا توافق من الهوية. نعم، إذا توافق الشيخان على أن هذا الشخص فعلا صحراوي يعتمد لدى بعثة المينورسو، فتسلم له وثيقة تسمى بوثيقة لاسينسو. لاسينسو هي وثيقة التصويت من بعثة المينورسو من الأمم المتحدة. عندما استكملت العملية قال الحسن الثاني: أنا أرفض خطة بيكر، وهذا كان في منتصف التسعينات، بحجة أن الإحصاء الإسباني لم يشمل كل الصحراء. ذهبنا إلى مفاوضات مانهاست في أي سنة؟ 97، التي تمخض عنها الاتفاق العسكري رقم 1. ما هو الاتفاق العسكري رقم 1؟ وهنا أفتح قوس مهم جدا. حمدي، قبل القوس حتى نكون واضحين، هذه الفترة كلها منذ مخطط التسوية سنة 88 إلى حد 97 الاقتتال متوقف. جميل، واصل. القتال توقف في أبريل 1991 بعد صدور مجلس الأمن الدولي رقم 690. ولمعلوماتكم أنه لما تم الإعلان عن وقف إطلاق النار قامت الطائرات الحربية المغربية بغارتين، ولكن جبهة البوليساريو لم تقم بالرد، لأنها كانت تعرف أن الحسن الثاني يراهن على العشرية السوداء في الجزائر. طيب، ذهبنا إلى مفاوضات مانهاست سنة 1967. تفاوضت جبهة البوليساريو مع الحسن الثاني، مع الأمم المتحدة، مع جيمس بيكر، فتمخضت خطة بيكر الثانية. ماذا تقول خطة بيكر الثانية يا أمين؟ تقول خطة بيكر الثانية، وهذا ليس كلام حمدي: يتم منح إقليم الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية من 4 إلى 5 سنوات، تتم خلالها، يعني هذه 4 إلى 5 سنوات، عودة كل اللاجئين الصحراويين. أعيد: يتم منح إقليم الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية
من 4 إلى 5 سنوات تتم خلالها عودة كل اللاجئين الصحراويين، وكل مستوطن مغربي يثبت لدى بعثة المينورسو ميلاده في الصحراء الغربية بعد تاريخ 31 أكتوبر 1975 يحق له التصويت في الاستفتاء. قبلته جبهة البوليساريو، رفضه الحسن الثاني. فصرح رغم انه يخدم الجانب المغربي اكثر من الصحراوي. انا توقعت هو المنطقي ان يرفض من طرف البوليساريو وليس العكس. والاشكال الحقيقي عن لماذا قبلته جبهة البوليساريو، قال الشهيد محمد عبد العزيز رحمة الله عليه، وهذا سؤال وضعناه نحن كشباب عليه في لقاء معه، قال: كنا مؤمنين ومقتنعين على أن حتى المغاربة لا يريدون العيش تحت النظام المغربي. كنا مؤمنين ومقتنعين بأن المغاربة لن يعيشوا تحت النظام المغربي. شوف الحكمة والنظرة الثاقبة يعني. قبيلة جبهة البوليساريو رفضه المغرب، وتزامن رفض المغرب مع وفاة الحسن الثاني وصعود صاحب الجلالة أمير المؤمنين حامي حمى الوطن والدين ورئيس لجنة القدس. طيب، قال جيمس بيكر في الندوة الصحفية بجانب كوفي عنان آنذاك الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. لا يمكن تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. لماذا؟ لأن المغرب لا يتوفر على الإرادة السياسية للمضي قدما في مخطط التسوية الأممي الإفريقي ويخشى نتيجة الاستفتاء. هذا ليس كلام حمدي ولا كلام أمين مليط ولا كلام 1200 مشاهد، هذا كلام جيمس بيكر، فردوها علينا إن استطعت. ولن أذهب معك أيضا حتى إلى كلام كريستوف روس، لأنه سيأتي في إطار السنة، لأننا نذهب سنة بعد سنة. طيب، بعد ذلك توالى المبعوثين، استقالت جيمس بيكر، توالى المبعوثين، بدأت المناورات المغربية تظهر، وبدأت جبهة البوليساريو من خلال حنكتها وخبرتها تطلع على من هو المعرقل الحقيقي. وكانت المفاجأة والصدمة الكبيرة لدى فرنسا التي سببت في أن تعترف بكل الذي تقوم به من أجل الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية. قامت جبهة البوليساريو بتقديم مقترحها بيوم قبل المقترح المغربي التي تمت صياغته في باريس تحت ما يسمى بالمقترح المغربي للحكم الذاتي. وكان مقترح جبهة البوليساريو بتاريخ 10 أبريل 2007، وأتى المقترح المغربي بتاريخ 11 أبريل 2007. ومنذ ذلك الحين ركب عباس في دباس فتماوجت القضية إلى يومنا هذا. جميل جدا. اليوم أعطينا الوضع في أروقة الأمم المتحدة بشكل متعلق ببعثة المينورسو، أعطينا الواقع المعاش للمواطن الصحراوي، أعطينا الواقع الميداني بالنسبة للاقتتال والمواجهات العسكرية، أعطينا أو حدثنا عن الاستغلال المستمر للثروات الصحراوية من طرف الجانب الإسباني، وهو ما يجعلني دائما لا أجد حرجا في أن أصف الاحتلال المغربي للصحراء بأنه احتلال بالقوادة، مش احتلال بالوكالة، لأنه هذه قناعتي منذ زمن. أنا دائما أقول أنه إسبانيا أرادت فقط أن تتجنب الإحراج أمام المجتمع الدولي بأن تكون آخر المستعمرين في القارة الإفريقية، فقالت لك: يا أخي أنا عندي دويلة وظيفية لا تكلفني شيء، بالعكس هي من ستدفع فاتورة الحرب، هي من ستحاسب عليها بمليارات الدولارات، هي من ستدفع بأبنائها لآلة الحرب لتأكلهم وتطحنهم، وأنا سأستغل الفوسفات، سأنهب الثروة السمكية، سأتحكم في المجال الجوي، وأنا من بعيد أخذ الغلة، والمروكي تسب له ولأهله الملة. تفضل يا سي حمدي. والله لم أكن أظن في يوم من الأيام على أن أمين مليط يمتلك كل هذه المشاعر الهياشة العاطفية التي تنبع عن الاحترام والتقدير من خلال لطفك وكرمك وجودك في وصفهم بظاهرة القوادة، مع علم أن السفير الفرنسي، هذا ليس كلامنا نحن، السفير الفرنسي هو فرانسوا في لقائه مع خافير باردم إبان إعداده للوثائقي أبناء الغيوم، والذي موجود على الانترنت
ومدبلج ومترجم بجميع اللغات. صوتت فرنسا بحق الفيتو ضد مشروع بريطاني لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وللتوضيح، فبعثة المينورسو هي البعثة الأممية الوحيدة التي لا تمتلك صلاحية مراقبة حقوق الإنسان في العالم. البعثة الأممية الوحيدة التي لا تراقب حقوق الإنسان. طيب، قدمت بريطانيا مشروع مقترح، فصوتت فرنسا بحق الفيتو ضده، فذهب خافير بارديم إلى السفير الفرنسي فرانسوا لدى الولايات المتحدة الأمريكية وقال له: فرنسا التي تدعي حقوق الإنسان والحريات وكذا وكذا تصوتون ضد مراقبة حقوق الإنسان. قال له: يا خافير، المغرب. وهنا عندما أقول أنك كنت عاطفيا، اسمع ماذا قال السفير الفرنسي. قال له خافير: المغرب هو عشيقة فرنسا التي نضاجعها كل ليلة رغم أننا لسنا مغرمين بها ولكن ملزمين بالدفاع عنها. هاي الأولى. الثانية، السفير الفرنسي لدى الرباط منذ شهرين فقط، شهرين. ماذا قال له في عقر دارهم؟ قال لهم: لولا تدخل سلاح الطيران الحربي الفرنسي جاغوار ضد مقاتلي جبهة البوليساريو لانهار الجيش المغربي، وعلى أن فرنسا هي أول وآخر داعم للمغرب في مجلس الأمن ولن تتخلى عنه في قضية الصحراء، وعلى أن فرنسا ركزت واعتمدت كل جهودها من أجل صياغة مقترح المغربي للحكم الذاتي. هذا كلام السفير الفرنسي وليس كلامنا. طيب، الوضع ببساطة كالآتي حتى لا أطيل على الإخوة ولا أشتت أفكارهم. هناك حرب استأنفت بتاريخ 13 نوفمبر 2020 بعد الخرق المغربي لوقف إطلاق النار من خلال هجوم وحداته العسكرية على المدنيين الصحراويين في ثغرة القرقرات الغير شرعية جنوب غرب الصحراء الغربية. هناك حرب باستنزاف، هناك اتفاقية دفاع مشترك مع الكيان، هناك سلاح طيران مسير صهيوني يبيد الشعب الصحراوي ويستهدف شعوب المنطقة. ولكم في حادثة سائق الشهداء الثلاثة، سائق الشاحنات الجزائرية والمنقبين الموريتانيين والمدنيين الموريتانيين، 100,000 دليل في دليل. هناك استنزاف حقيقي لجيش التحرير الشعبي الصحراوي لجيش الاحتلال المغربي. هناك رسائل عسكرية مشفرة من جبهة البوليساريو على أننا لا غاية الآن لازلنا في حركات التسخين. هناك ضغوط دولية على جبهة البوليساريو وعلى نظام الاحتلال المغربي. هناك تفوق وانتصار قانوني في المعركة القانونية التي خاضتها جبهة البوليساريو في محكمة العدل الدولية والمحكمة العليا الأوروبية، محكمة العدل الأوروبية والمحكمة العليا الأوروبية وليست محكمة العدل الدولية، حول وقف نهب الثروات الطبيعية. هناك تسابق زمني من طرف نظام الاحتلال المغربي باستبدال كل الشركات الأوروبية التي كانت تستثمر في الصحراء الغربية وتنهب ثرواتها بشركات صهيونية وإماراتية، وهذا موثق بالصوت وبالصورة وبالتقارير الصحفية وبالتقارير الشركات التي كانت متواجدة هناك محاولة من خلال المعلومات التي وردتنا من أبنائنا في المدن المحتلة لقيام بأكبر عملية نهب للفوسفات الصحراوي من منجم فوسفوكراع وتكديسه في مناجم خريبكة. هذه النقطة الثانية. هناك شعب صحراوي يقوم بإرسال رسالة واضحة على أن البركان المقاومة الصحراوية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية بدأ يثور. هناك أيضا في المقابل تطورات عسكرية كبيرة لدى الصحراويين، والتي كان آخرها نشرهم لصور لجنود الاحتلال المغربي يقومون بدفن قتلاهم على طول الجدار. الوضع مقبل على الصورة الآتية: إما، وهنا أحيي جبهة البوليساريو على لسان لن أذكر اسمه، ولكن على لسان رجل من سلطنة عمان الذي قال وهو متابع للقضية الصحراوية على أنه لا بد من تحية الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو الذين ما شاءوا استغلال طوفان الأقصى لحساب قضيته، واللبيب بالإشارة يفهم. حمدي، آخر سؤال لي حتى ننهي هذا النقاش الجميل أو هذه الدردشة الجميلة.
حمدي، هل أنت فعلا مقتنع بشيء اسمه نضال سياسي؟ هل أنت تنتظر شيئا من الأمم المتحدة أو من بعثة المينورسو؟ بأمانة بأمانة، حمدي بدون أم الشعب الصحراوي؟ دبلوماسية أو بأمانة. حمدي أم الشعب الصحراوي؟ لا، حمدي. حمدي لا يؤمن إلا بشيء هو في حد ذاته عاجز عنه وللأسف الشديد، ولكن أؤمن به، ولا أستطيع أن أتحدث به إلا مكرها، والآن أنا مكره، مع علم أنه نياشين على صدري وتاج على رأسي. أنا لا أؤمن بحريتي إلا عبر فوهة بنادق كلاشينكوف التي تحملها سواعد مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي. ولكن في المقابل، لماذا تحسدون لنا أن نكون أجيالنا سياسيا، وأن تكون لدينا طاقات سياسية تفرض احترام الشعب الصحراوي في المعادلة الدولية؟ هل هناك الكثير من الناس، وهذا من حقهم، يقولون قدمنا 30 سنة فذهبت في مهب الرياح، والسلام الوهمي، والأمم المتحدة وهم، والمينورسو وهم، والعالم يستغلنا. وأنا أقول لا والبتة، بل فرضنا احترامنا على العالم. إذا كانت تقارير البنتاغون التي بدأت تصدر من سنة 1991 وكانت ثمرتها استنتجت في الكونغرس الأمريكي بعد تغريدة دونالد ترامب التي أكدت على أن جبهة البوليساريو حركة تحرير وطني شريفة تناضل من أجل القانون الدولي والشرعية الدولية في الصحراء الغربية، فهذا بفضل السياسة. إذا كان الاتحاد الأوروبي أكد على أنه لا يمكن للمغرب وللاتحاد الأوروبي إبرام أي اتفاقيات اقتصادية تشمل الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، لأن المغرب والصحراء الغربية إقليمان متميزان منفصلان ويجب شرعنتها من خلال جبهة البوليساريو، فهذا بفضل التكوين السياسي. إذا كانت إفريقيا ماما أفريكا تقف في أفريكان إينيون، عندما نتحدث عن المجموعة الانتمائية الإفريقية الصادق، نتحدث عن القمم الإفريقية، فتقول ماما أفريكا صحراوي عربي ديمقراطيك ريبابليك، فهذا بفضل الحنكة السياسية الصحراوية. إذا كان أنا راعي، أنا لست سياسي ولست دبلوماسي ولست خبير ولست محلل، أنا راعي وابن راعي وبدوي 100%. فها أنا أتحدث الآن عن قضية شعبي بفضل ماذا؟ بفضل ثقافتي ومخزون الشعب الصحراوي. إذن يا إخوان، أنا أقول على أن إيماننا بحريتنا هو عبر جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ولكن أيضا يجب على كل صحراوي استغلال كل يوم في حياته من أجل تكوينه السياسي، لأن تكويننا السياسي يفرض احترام العالم لنا في حقنا في الوجود وفي حقنا كشعب بين المنظومة الدولية. حمدي، آخر الكلام، أنا أقول لك شكرا جزيلا. أنا استمتعت جدا بوجودك. شكرا على المعلومات الرائعة وعلى التسلسل في سرد أو اختصار. احنا اختصرنا، يعني لسنا في جامعة أو نعطي دروس للناس، لكن اختصرت بشكل رائع جدا. أتمنى أنه الإخوة اللي معنا خذوا قدر كبير جدا من المعلومات اللي قدمتها حول القضية الصحراوية التي أكرر هي دوليا هي معروفة، عالميا هي معروفة، لكن للأسف على المستوى العربي مظلومة جدا ومعتم عليها بشكل كبير جدا من المخزن. حمدي، شكرا جزيلا لك. تفضل لك المايك، آخر مداخلة، قل ما شئت، مداخلة مفتوحة، وجه كلاما لمن شئت كيفما شئت ووقت ما شئت. خذ وقتك وتفضل حتى ننهي هذا الدردشة الجميل. كنت أسمع على أن الضيف أسير المضيف، الضيف أسير المضيف، ووجدت المضيف أسير الضيف، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل ببساطة على أن هذا الشبل من ذاك الأسد. فهذه هي شيم الإخوة الجزائريين. تحدثت بادئ ببدء وتحدثت عن الجزائر وعن مكانه، وأنا صراحة أقولها والله ليس من باب مجاملة ولا من باب، ولكنني أقولها ليس في الفضاء التواصل الاجتماعي بل حتى على أرض الواقع، على أنه إذا كان هناك يمكن أن يكون لي في يوم من الأيام وطنا بديلا لوطني فهو الجزائر وهو الشعب الجزائري. من لا يشكر الناس لا يشكره الله، وشكرنا للجزائر ولأبناء الجزائر وبنات الجزائر وليس من باب المجاملة ولا من أجل أن نضع مكياجا على وجوهكم،
ولكن نحن شعب لا ينكر الجميل وشعب أصيل، وهكذا ورثنا من أبائنا وأجدادنا. من وقف معي أقف معه، ومن وقف ضدي أحاربه. كلمتي لن تكون حول الصحراء الغربية والشعب الصحراوي وكفاحه ونضاله، ولا عن الجزائر الأبية. كلمتي هي لكل ضمير حر بغض النظر عن موقعه أو انتمائه أو جنسيته. أشكر الله تعالى على أنه مد في عمري إلى اليوم الذي بدأت فيه حقيقة هذا المحتل يتحدث عنها القاصي والداني. فعندما كنا في الماضي نقول على أن نحن نحارب اليهود أو الصهاينة، نحن نحارب الأنظمة الغربية، كانوا يقولون والله انتم ديروا من الحبة قبة وهذا الشيء بزاف عليكم وانتم شحال انتم وكذا وكذا. فإذا به اليوم صار الخليجي والمشارقي والإفريقي والمغاربي والأوروبي واللاتيني والإفريقي يقول فعلا ما كان يقوله الصحراويين حقيقة. أريد أن أقول لكم أيها الإخوة والأخوات في نهاية الحديث: من لا يملك وطن ليست له كرامة، ومن ليست له كرامة ليس له حقا في الوجود. حذاري أن تسمحوا في أوطانكم أو أن تساوموا عليها، فنحن الجيل الضحية. أنا وأمين وأنتم جميعا نحن جيل ضحية. تعرفون لماذا؟ لأننا ورثنا من أبائنا وأجدادنا تاريخا وطنيا فيه الشهداء وفيه معاناة وفيه التضحيات. فحذاري على أن تساوموا على مبادئكم، وتذكروا بأن التاريخ لن يرحم، وأعتذر من لم يرث في تاريخه إلا الانبطاح والعبودية. أشكرك أخي جزيل الشكر، ومن خلالك تحية إلى كل الإخوة والأخوات المتواجدين معنا والمستمعين. أقول في نهاية المطاف وفي نهاية الحديث على أن تحية مجد وخلود لشهدائنا الأبرار، وتحية ملؤها التقدير والاحترام والمحبة إلى مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وإلى المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الدكتاتور محمد السادس، وتحية لكل صحراوي أينما حل وارتحل. عاشت الصحراء الغربية، عاشت الجزائر، عاش الجيش الشعبي الصحراوي، عاش الجيش الوطني الشعبي الجزائري، عاشت فلسطين، عاشت الضمائر الحية. والخزي والذل والعار للمنبطحين والرذلاء والإعماليين وحتى العملاء. وأختم حديثي بقول الحق سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حمدي شكرا جزيلا لك. للأخ حمدي فقط توضيح: الأخ حمدي يشكرنا على المنبر أو على المساحة، ويتحدث عن أسر ضيف لمضيفه أو عكس ما قاله. أنا نقول له: أنا دائما الإخوة الفلسطينيين والإخوة الصحراويين هم أصحاب مكان، ونحن الضيوف. لم نقم بشيء ولا نقوم بشيء، وكل ما نقوم به هو واجب. الله ينصركم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار في الجزائر. الله ينصر إخواننا في غزة وفي رفح وفي فلسطين كلها، والله ينصر إخواننا في الشقيقة الصحراوية، والله ينصر كل حر، كل باحث عن الحرية، وكل عاشق للحرية، وكل مدافع مضحي بالنفس والنفيس من أجل أن يحافظ على أرضه، وأرضه هي شرفه. فشكرا لك وشكرا لكم جميعا إخوتي وأخواتي. إخوتي، أكرر: الناس التي لم تشترك بعد في قناتي على اليوتيوب أمين مليط، كما هو مكتوب في التيك توك اسمي بنفس صورة البروفايل، راح تلقوا فيها تقريبا حوالي 10,000 متابع أو شيء. اشتركوا هناك، اعملوا لنا لايكات على كل الفيديوهات، تعليقات، اعملوا لنا شير للفيديوهات، ولا تنسوا كما يقول بلوجرز أو يوتيوبرز: ولا تنسى أن تفعل الجرس.
فادعمونا القناة رجاء لأنها ما زالها جديدة، فحتى نكونوا في كل مكان في كل حوب وصوب يريحونا هنا، نخرجوا لهم الهيه وهكذا. فشكرا جزيلا، والله ينصر الإخوة في فلسطين، والله ينصر الإخوة الصحراويين، والصحراء ستعود لأهلها عاجلا أم آجلا، وما ضاع حق وراءه مطالب. That's it. وإخوتي اللي كانوا يكبسوا طيلة اللايف، الله يحفظكم، شكرا على المليون تكبيسة، الله يعطيكم الخير، بارك الله فيكم. إخوتي اللي دعمونا البث، وأخص بالذكر حكيمة ما هيش موجودة، ليندا، إليسا، مؤمن، وكاع خوتي، شكرا جزيلا. كل واحد رمى ولو وردة واحدة، شكرا جزيلا، الله يبارك في بالكم، في صحتكم وفي أهاليكم. بصراحة لايف أنا كنت كما قلت في البداية كنت ناوي أنه، وتواصلت مع الأخ الصحراوي سالم، كنا على تواصل عبر الواتساب، وقال لي أنه عنده سفرية لنيويورك إلى هيئة الأمم المتحدة، باش عنده مرافعات هناك، شاهدت له بعض الفيديوهات، فقال لي إن شاء الله كي نرجع إن شاء الله، هو كذلك بصدد إطلاق كتابه من إصداره يعني، فقال لي إن شاء الله غير نخلص هذه الشغلات راح يكون معنا كذلك الأخ طالب، شاب من خيرة شباب الصحراء كذلك، رائع جدا، وراح يكون معنا إن شاء الله في القريب العاجل. فشكرا جزيلا لكم جميعا، بارك الله فيكم. راح بدأت المناظرة بين ترامب وبايدن، قريت عليها وقال لك راح يعطوهم قلم رصاص ورقة وقرعمة، قال لك وفي غياب جماهير، ممنوع حضور الجماهير. وكان راها تبث على إحدى القنوات العربية، حتى نروحوا نشوفوها، يعني مهتم جدا نشوفها صراحة. وأتوقع مهازل من جو بايدن، صراحة، لأنه جو بايدن دخل في مرحلة الخرف. أوكي خلاص، إذا أنا أستأذنكم، أقول لكم شكرا جزيلا على كل شيء. إخوتي الأوفياء، خصوصا ذكر الأوفياء اللي دائما معايا، اللي دائما يدعموني، اللي دائما يكبسوا لي، اللي دائما يشكروني، اللي دائما يقولوا لي كلام طيب في التعليقات، في الرسائل، في الفيديوهات، في المداخلات، في كل شيء. بوسة على رؤوسكم جميعا جميعا، الله يعطيكم الخير، والله يحمي بلادنا الجزائر إن شاء الله، والله يحفظها من كل مكروه ومن كل الغدارين اللي يحملون الجنسية الجزائرية قبل أعداء المتربصين بها من الخارج. تحية الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتصبحون على تريليون خير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.